زلزال مدمر وتعديل مدونة الأسرة وإضراب مفتوح للأساتذة. شكل زلزال الحوز ودعم الأسر الفقيرة وإضراب الأساتذة وتعديل مدونة الأسرة أحد أبرز الأحداث التي عاشها المغرب خلال سنة 2023. فالمملكة المغربية تعرضت لزلزال خطير ضرب منطقة الأطلس الكبير قرب مراكش في 8 سبتمبر 2023 بقوة بلغت 7 درجات على سلم ريختر، وهو أقوى زلزال عرفته البلاد. وحسب آخر حصيلة للزلزال الذي ضرب منطقة جبلية لا تبعد عن مراكش سوى 70 كيلومتر، فإن نحو 2946 شخصا توفوا، فيما وصل عدد الجرحى إلى 5640 شخص. ويعتبر هذا الزلزال الأكثر دمارا وفتكا في المغرب منذ الزلزال الذي ضرب مدينة أكادير وسط البلاد في 1960، والذي توفي فيه نحو 15,000 شخص. وبذلت السلطات المغربية جهدا كبيرا لتوفير المساعدات ودعم جهود الإنقاذ، وأظهر الشعب المغربي روحا تضامنية عالية لإيصال المساعدات للمتضررين. وأعلن العاهل المغربي عن إحداث صندوق خاص لدعم ضحايا الزلزال تشكلت موارده من تبرعات المواطنين والشركات ومساهمة الدولة والمساعدات الأجنبية، حيث من المقرر أن تصل ميزانيته إلى 120 مليار درهم 12 مليار دولار. كما تقرر منح مساعدات مباشرة للأسر التي تهدمت بيوتها وإعادة بناء المساكن التي انهارت في المناطق القروية. إضراب الأساتذة. وعاش المغرب أيضا منذ 5 أكتوبر 2023 على إيقاع إضراب متواصل شنه الأساتذة والمعلمون في المدارس للمطالبة بتحسين أجورهم ولإعلان رفضهم للنظام الأساسي للموظفي قطاع التعليم الذي صادقت عليه الحكومة بمرسوم. وبما أن النظام الأساسي كان ثمرة حوار بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية خلال السنتين الماضيتين، فإن الأساتذة الغاضبين لجأوا إلى تأسيس تنسيقيات بعيدة عن النقابات انضمت لها نقابات أخرى لم تشركها وزارة التعليم في الحوار، لكنها لا تحظى بالتمثيلية. وأدى هذا الوضع إلى شلل في المدارس، حيث شن الأساتذة إضرابا بمعدل 3 أيام كل أسبوع على امتداد أكثر من شهرين. وجرى تشكيل التنسيق الوطني للأساتذة الذي ضم نحو 22 تنسيقية، والذي تولى تنظيم الإضرابات والوقفات الاحتجاجية والمسيرات. الإضراب المتكرر خلف استياء آباء وأولياء التلاميذ، ما دفع الحكومة إلى إعلان تجميد العمل بالنظام الأساسي وفتح حوار من جديد مع النقابات أفضى إلى زيادة عامة في الأجور تقدر ب 1500 درهم، إضافة إلى الاستجابة لعدد من المطالب الأخرى. وحرر محضر الاتفاق بإشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش وتوقيع 3 وزراء هم وزير التربية الوطنية شكيب بن موسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع. وعن النقابات وقع كل من مسؤولي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لكن رغم توقيع الاتفاق أعلنت التنسيقيات مواصلة الإضراب مطالبة بإعلان إلغاء النظام الأساسي لموظفي التعليم. الدعم الاجتماعي. من أبرز القرارات التي اتخذها العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال سنة 2023 تخصيص دعم مالي مباشر للأسر الفقيرة، وهو أول دعم من نوعه، سواء من حيث عدد الأسر المستفيدة منه والتي تصل إلى أزيد من 4 ملايين أسرة، أو من حيث قيمته الإجمالية التي تصل إلى ما يناهز 25 مليار درهم سنويا. وصدر بيان عن اجتماع وزاري برئاسة العاهل المغربي في 19 أكتوبر الماضي تم خلاله الإعلان عن تخصيص ميزانية موازنة 2024 لدعم الأسر الفقيرة، وتقرر أن يرتبط هذا الدعم المالي بالأطفال في سن التمدرس والأطفال في وضعية إعاقة والأطفال حديثي الولادة
إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة من دون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفراد مسنين. وحسب بيان الديوان الملكي بمناسبة اجتماع المجلس الوزاري، فإن حجم الدعم لا يجب أن يقل عن 500 درهم شهريا ابتداء من نهاية سنة 2023. وفي سياق الإجراءات الاجتماعية، تضمن مشروع قانون المالي 2024 دعما آخر للأسر الفقيرة يتعلق بتكفل الدولة بأداء انخراط نحو 4 ملايين أسرة في نظام التغطية الصحية بميزانية تقدر ب 9.5 مليار درهم. إضافة إلى ذلك، خصصت الحكومة دعما بقيمة 9.5 مليار درهم لدعم شراء المواطنين للسكن الرئيسي، وذلك بمبلغ يتراوح بين 100 ألف درهم بالنسبة للشقق الاقتصادية التي يقل سعرها عن 300 ألف درهم، و70 ألف درهما بالنسبة للشقق التي يتراوح سعرها بين 300 ألف و700 ألف درهم. مدونة الأسرة. شكل تعديل مدونة الأسرة قانون الأسرة المغربية أحد أبرز أحداث السنة، فقد وجه العاهل المغربي رسالة إلى رئيس الحكومة دعاه فيها إلى النهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام حسب ما جاء في بيان للديوان الملكي. وقرر العاهل المغربي إسناد الإشراف العلمي على إعداد هذا الإصلاح بشكل جماعي ومشترك لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. كما دعا العاهل المغربي المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وهي المجلس العلمي الأعلى، ويمثل علماء المغرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة دستورية تعنى بحقوق الإنسان، ووزارة التضامن الإدماج الاجتماعي والأسرة. وتناقش اللجنة قضايا حاسمة في المدونة من قبيل إمكانية منع زواج الفتيات التي عمرها أقل من 18 سنة، أو ما يعرف بزواج القاصرات، ومنع تعدد الزوجات، ومراجعة نظام الإرث احتضان كأس العالم 2030. وشكل إعلان اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الأربعاء 4 أكتوبر الماضي عن إقامة كأس العالم 2030 في كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال، حدثا كبيرا في المغرب، حيث جرى اعتماد الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا كملف وحيد لاستضافة البطولة العالمية، فيما ستقام أول 3 مباريات في الأوروغواي والأرجنتين والباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة. وأشار بيان للديوان الملكي المغربي إلى أن هذا القرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبر إشارة واعترافا بالمكانة المرموقة للمغرب بين الأمم الكبرى. ارتدان مؤتمر البنك الدولي. رغم وقوع زلزال مدمر في منطقة الأطلس الكبير، لم يتم إلغاء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمدينة مراكش التي كانت مبرمجة ما بين 9 و15 أكتوبر. فقد عمل خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتنسيق مع السلطات المغربية على وضع تقييم لقدرة المغرب على استضافة الاجتماع السنوي لعام 2023. وقررت الإدارة العليا لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسلطات المغربية المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش. وشكل انعقاد هذه الاجتماعات حدثا بارزا، حيث اتجهت أنظار العالم والمؤسسات المالية إلى مدينة مراكش، حيث اتجه أكثر من 14 ألف مشارك رفيع المستوى، بمن فيهم وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في 189 دولة، علاوة على ممثلي المجلس المدني والقطاع الخاص لحضور الاجتماعات. وناقشت الاجتماعات السنوية لسنة 2023 مواضيع رئيسية من قبيل الشمول المالي والرقمنة والتنمية المستدامة وإصلاح المؤسسات المالية الدولية وريادة الأعمال والابتكار
وشبكات الأمان الاجتماعي والتسامح والتعايش.